صديقي العزيز، اهلا بيك في اخر حلقات المساعد الافتراضي. انا عارف ان انا طولت عليك، ما تزعلش مني. انا عارف ان انت متضايق، بس والله الشغل كان كتير الفتره اللي فاتت، فسامحني ان انا اتاخرت عليكم. النهارده احنا هنشرح ايه؟ النهارده احنا هنشرح حاجه من الحاجات الاساسيه اللي احنا فعلا بنستخدمها كفريلانسرز او كمساعدين افتراضيين او كبروجكت مانجر او كدكاتره على ابورك. احنا هنشرح لكم حاجه اسمها النهارده monday.com. وmonday.com او تريلو او كليك اب، دول اسمهم مع بعض كده السي ار ام تولز. هذا النوع من البلاتفورمز العملاء بيستخدموها لانها مجانيه بشكل ما، بشكل ليميتد. ولكن ايه اللي بيحصل عن طريق الادوات ديت؟ انت بتعرف تجمع كل التاسك اللي عندك كفيرتشوال اسيستنت او حتى على الصعيد الشخصي كمان، وتحطها في السي ار ام دوت. بيساعدك ان انت تتبع الوقت بتاعك، بتتبع التيم بتاعك، بتعرف مين بيعمل ايه بالظبط. فانا حابب ان انا يعني اشارككم التجربه. ومثل التجربه ديت ان انت ممكن تعمل بورتفوليو تحطه على الاكونت بتاعك على ابورك، وتاخد بس سكرين شوت من اللي انا هوريه لك دلوقتي دوت. هتخش على monday.com وتعالى كده نعمل اكونت سوا مع بعض. اول حاجه خالص هتدوس على get started وهتدخل الايميل بتاعك عادي جدا. طب تعالى هنا نقول، هو احنا فعلا كفيرتشوال اسيستنت هل الكاستمر هيقول لك اعمل لي monday.com مثلا او اعمل لي داشبورد؟ لا. الطبيعي او اللي بيحصل ان انت لما الكاستمر بيعينك بيدخلك على الداشبورد بتاعته. هل مثلا ممكن بقى انت كفيرتشوال اسيستنت مطالب منك تتعلم تبني داشبورد؟ او تبني سي ار ام؟ ديفينتلي. ليه بقى؟ لان العميل هنا هو ممكن يعتمد عليك انت انك تبني له السيستم بتاعه بالكامل. هتختار هنا، تعال نقول ده ورك، وهتيجي عند ايه اكتر حاجه بتصف الدور بتاعك. والله تعال نقول انا راجل مثلا يعني تيم ممبر، او اقول لك على حاجه تيم ليدر، وندوس على كونتينيو. هيقول لك عدد الناس اللي في الشركه قد ايه. هقول له والله مثلا في الطبيعي في ابورك لو شركات ناشئه بتكون من 6 ل 10. how many people at work your company؟ والله ممكن اقول من 1 ل 19. هنا عامه بيسالك على عدد ككل بقى الناس اللي المفروض تكون موجوده على السي ار ام او بره السي ار ام. وتدوس كونتينيو. هيقول لك نوع البيزنس بتاعك اللي انت شغال فيه ايه. هتختار مثلا انا بشتغل دايما في مشاريع الاي تي، وهقول له كونتينيو. بيقول لك انت عاوز تفوكس على ايه. هنا هو بقى دي حاجه مهمه شويه. ايه نوع البيزنس او الشغل اللي جاي لك مع الكلاينت؟ هل انت شغال مع كلاينت عنده مجموعه من السوفت وير ديفلوبرز فيشتغلوا بنظام حاجه اسمها التيكتس؟ يعني بمعنى ايه؟ عندك الابلكيشن بتاع انستا بي، وانت بقى دلوقتي الفيرتشوال اسيستنت اللي ماسك المشروع دوت مع صاحب انستا بي، فانت اكيد عندك مجموعه من المبرمجين. لما بيحصل ان انستا بي بتقع، فدوت بيشغل تيكت بتطلع في مكان ما اللي هو المفروض يبقى السي ار ام هنا اهو، بحيث ان التيكت ديت الحقوا يا جماعه محافظ فودافون النهارده وقعت، هات لي بقى محمد اللي شغال دلوقتي اونلاين يشتغل عليها. فالسيستم بيطلع تيكت عشان تشتغل عليها. ولكن انا هشتغل على حاجه اسهل شويه، الا وهي التاسك مانجمنت، تنظيم المهام والاولويات بتاعه التيم بتاعي. هنيجي هنا بقول له سمعت عننا ازاي ايا كان. وهنا بقى السي ار ام او monday.com بيبتدي ان هو يبني لك التاسك بتاعتك او بيبني لك الداشبورد بتاعتك. ايه بقى اللي بيطلع دلوقتي دوت؟ ما هو هذا الجزء اللطيف ده؟ بيقول لك والله انت عملت دلوقتي داشبورد. طب هو انت هتبلغ التحديثات لنفسك؟ لا، المفروض يبقى معاك اسم الشخص بتاعك او الشخص الممبر اللي هيخش، سواء 1 2 او 3 او 4 او 5. وهنا بتعينهم سواء ادمن دوت يعني ممكن يخش يمسح حاجات تماما، او تيم ممبر اخره بس ان هو يخش على التاسك اللي انت هتحطها له يعمل خلصت او ما خلصتش، عشان محدش يعك الدنيا. يفضل دايما انت وصاحب البيزنس بس اللي تاخده ادمن رول، لكن الباقي كله تيم ممبرز. اوكي، ولكن احنا هنخش على الجزء دوت بعدين. هنا بقى بيقول لك والله قول لي يا حسن كده اسم المشروع ده ايه. هنسميه مثلا في اي او جنيه ديجيتال سوشيال ميديا بلاتفورم. وهقول لكم بالظبط احنا هنحط ايه في التاسك ديت دلوقتي. بعد كده هدوس على نيكست. هنا بقى بيقول لك والله يا حسن انت عاوز شكل الداشبورد بتاعتك يبقى عامله ازاي؟ يعني قول لي كده. الاونر دوت هيبقى الشخص اللي انت بتديله التاسك. الستاتس معناها ايه؟
زي ما انتم شايفين هنا هو في الرسم التوضيحي دوت. حسن انا بعت له دلوقتي او بعت لمحمود الاديتور بتاعي ان هو يشتغل على فيديو معين. فانت ممكن تخلي التاسك خلصت او هو مازال شغال عليها او ان هو واقف اللي هو ستوك مش قادر ان هو يمشي في التاسك عشان عنده مشكله الكهرباء عنده قطعت. وهنا كمان ممكن تحط فايلز والاولويه بتاعه التاسك. اوكي، يعني هل التاسك كانت مهمه فيديو يوم السبت اللي ما نزلش السبت للاسف، فطبعا ده كده بقت اولويه قصوى دلوقتي. هتلاقوها حتى متقسمه هنا اهو، هو عمال بيرسم قدامك الحاجات اللي انت بتختارها هنا وتحط مثلا نوتس هتلاقيها بتطلع هنا في المكان دوت. دوس على نيكست. طب هنا اهو ده شكل ريبورت كده لطيف اللي انت هتدخله على سي ار ام اوتوماتيك هيتعمل في ريبورت. اوكي، وهيطلع بالشكل دوت طول ما انت قاعد بتزود حاجات بتظهر لك هنا اوفر ديو ديتس بتظهر لك هنا. دي بتبقى حاجه بروفيشنال قوي ومش محتاجه منك اي حاجه غير انك حرفيا تكتب الداتا الاساسيه اللي احنا هندخلها مع بعض دلوقتي. وهقول لك ازاي لو انت ما عندكش اكسبيرينس ازاي تعرف تجيب الداتا ديت. هتقول له والله اد ا فيو لاي اوت، انت عاوز اللاي اوت دوت يبقى عامل ازاي. لو انا دوست هنا اهو هتبقى التاسك كده او المهام شكلها عامل زي كروت تقعد تشدها من هنا لهنا لهنا. عاوز شكلها تايم لاين، يعني كل وقت انت هتحطه هيبقى بالشكل دوت، هيخلي تاسك رقم 1 هتخلص من يوم 9 ليوم 10 وهكذا. بس انا دايما بحب اللي هو الحاجه السهله اللي هو التيبل. اوكي، واروح جاي دايس نيكست. طب تعالوا كده نقول، هو بيقول لي يا حسن انا دلوقتي محتاجك انك تحط لي التاسك اللي احنا هنشتغل عليها وانا ما عنديش اصلا بورتفوليو ولا خبره. ازاي احط داتا هنا اهو عشان ممكن اخدها بعد كده واحطها عندي على البروفايل بتاعي على ابورك. نروح جايبين اخونا مين الاخ تشات جي بي تي 5. نيجي هنا اهو هقول له I'm creating my dashboard for YouTuber and I want to make a dummy action items that I can add on my monday.com CRM. Give me a couple of examples that I can list in the CRM so I can showcase. كانت حاجات غلط. so I can showcase my work. مش اقوى يعني برومبت في الدنيا، ولكن هتلاقوا هنا اهو ان هو ابتدى يطلع لك الشغل دوت او التاسك ايتمز ديت. طب احنا ايه طلعنا الحاجات الغريبه ديت؟ عشان بمنتهى البساطه بتقنع العميل ان انت اشتغلت في حاجات زي كده قبل كده وبتاخد الداتا ديت وبتحطها على سي ار ام. طب هناخد دلوقتي على جنب كده الليست اوف ايتمز عفوا اللي احنا طلعناها وابتدي اخدها واحده واحده. الاكشن ايتمز هحطها هنا اهو. اوكي، طب دي اول حاجه. طب تاني حاجه السكريبت فيديو اديتنج اهو. طبعا انا عمال بكوبي وبابيست من هنا. اوكي، عمال بعمل كده عشان بس ما تتزاولوش. فتعالوا نقول دي اول اكشن ايتم انا حاططها. هتلاقوا حتى ان هو ابتدى يكتب الكلام هنا اهو. انا اللي بحبه في ماندي او اكتر حاجه بحبها فيه ان هو شكله عامل زي الكرتون، فعشان كده دايما بكون مبسوط جدا وانا بستخدمه. حلو قوي. هتلاقوا هنا عشان انا حطيت ايميلي طالع ان انا الادمن. اوكي، وابتدى يطلع لي التاسك بتاعتي اللي انا كتبتها بره. طب ايه بقى ميزه يعني ان انت يبقى عندك بلاتفورم زي كده؟ الميزه ان انت كل حاجه قصاد عينيك. وكمان لو انت شغال في اي او لما تشتغل في اي او ايا كان شغلك ايه بالظبط، مهم قوي ان انت تكتب كل حاجتك عشان انت فعلا هتتجنن لو كل التاسك اللي طلبت منك انت قعدت تكتبها كده ورقه وقلم وخلاص، انت دماغك هتسيح. طب في مثلا ميزه كمان، انا دلوقتي بقى عندي اسم التاسك، بقى عندي هنا اهو عفوا يعني ان احنا نكتب ابديت ليها. لو دوست على علامه الصح هنا اهو، تعالوا نتخيل ان الاونر ده مش حسن. ممكن ندوس هنا اهو ونكتب مثلا اسم من ايا كان الشخص اللي انت عايزه تحطه في الايميل هنا اهو. ممكن يخش هو يعمل لك منشن اللي هو يا حسن I'm filming او I'm editing the video. اوكي، should be done by tomorrow. ده عامل بالظبط كده زي الفيسبوك انك بتعمل منشن لحد.
طبعا انا عشان بس انا الوحيد اللي في البلاتفورم ديت، فما فيش بقى التيم بتاعي اللي معايا. فلو دوست ابديت وجيت بعد كده ومشيت، هتلاقوا ان في فجاه بقى في علامه شات. بدل ما اقعد ابعت لك على الواتساب وابعت لك ايميلات، كل حاجه هنا اهو. وانا اصلا كمان monday.com بتنزله على موبايلك، فبيبقى معاك الموبايل بتاعك، وبتحط الديو ديت بتاع التاسك. تعال نقول مثلا دوت التاريخ اللي التاسك مطلوبه فيه، تعال مثلا نقول يوم 17 اغسطس. وكمان ميزه monday.com بيبعت لك زي نوتيفيكيشن، خد بالك التاسك ديت بكره هتشتغل او بكره هتخلص خلاص عفوا، فالحق اشتغل عليها. هنا اهو ديت الستاتس، هل انت done. والميزه بقى ايه؟ يديك كده انيميشن شكله حلو قوي لما بتخلص يعني التاسك. تعال نقول ان التاسك بقت كومبليتد. طب انا مثلا والله يا حسن محتاج يعني زي مثلا نقول ايه، تشيك بوكس، هل دي خلصت؟ خلصت. اوكي، فاحنا خلاص عملنا التاسك بتاعتنا. نروح جايين هنا اهو بمنتهى البساطه كده، عاملين كده ونشدها تحت في الكومبليتد، بحيث لما العميل يجي يبص على الحاجه دي يلاقي ان انت شغال، التيم كله شغال على التاسك بتاعته، امتى التاريخ بتاع التاسك دوت هيخلص. فانت كده بقى عندك حاجه اسمها فيجوال فيو، الشغل بتاعك ماشي ازاي. وده مهم جدا عشان تسهل على نفسك حياتك في الشغل. الفي اي شاطر او الناجح هو الشخص اللي بيعرف ان هو يرتب كل شغله قصاد عينيه كده اهو، عشان يبقى عارف شكله هيبقى عامل ازاي. لو انت فهمت monday.com، اوعدك انك تريلو او كليك اب كلهم واحد يعني تقريبا، بس هي باختلاف الانتجريشن او يعني شكل التولز بمعنى اصح. يعني كده كانك بتستخدم فودافون بدل اورنج بدل موبينيل، ده بيديك خصائص زياده وده بيديك خصائص زياده شويه. فمش عايز اطول عليكم، اتمنى تكونوا انبسطتوا. ودي كانت نهايه كورس الفي اي. لو في ادوات جديده ظهرت مش معنى كده ان التحديث هيقف، ممكن مع المستقبل ان شاء الله ازود حاجات لو انا حسيت ان هي مهمه. شكرا جدا ليكم، والقاكم على خير باذن الله.